السلام عليكم. اسمعوا الفيديو ده كده. كلا لا تطعه واسجد واقترب. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة. ده فيديو المدينة الجامعية أو ما يعرف بفيديو البلكونة. الحمد لله رب العالمين أنا اللي كنت بقرأ في الفيديو ده. طيب بعد الفيديو ده أنا اتسألت أسئلة كتير جدا جدا جدا، منهم هل الفيديو ده كنا متفقين عليه؟ طيب ليه أنا كنت بقرأ بالقميص والبنطلون الجينز؟ وإيه سر مكالمة رئيس المدينة الجامعية بعد الفيديو ده؟ ومين اللي كان بيقول لي الله يفتح عليك يا سني حتى المنشاوي يا سني؟ إن شاء الله بإذن الله هنعرف كل حاجة عن فيديو المدينة من أول اليوم لآخر اليوم. بس قبل أن نبدأ لا تنسى الصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. يلا بنا. السؤال الأول وده اللي اتكرر أكتر من 100 مرة، هل فيديو المدينة كان متفق عليه أم لا؟ وببساطة شديدة فيديو المدينة ما كانش متفق عليه. ليه؟ ده كان آخر يوم ليا في امتحان الفرقة الثانية في كلية الإعلام جامعة الأزهر الشريف بالقاهرة. زي أي طلاب بنخلص آخر يوم امتحانات وبنخرج مع بعض. خلصنا الخروجة ورجعت على المدينة الجامعية، فبدل ما أروح غرفتي رحت على غرفة ناس صحابي في سنة رابعة عشان أسلم عليهم. فسنة رابعة أنا مش هشوفهم تاني لأن هم خلاص امتحانات وخلاص هيمشوا من المدينة في نفس اليوم. فأنا رحت لهم الغرفة بتاعتهم، وكان بقى فرحة التخرج وبيمضوا على التيشيرتات لبعض وبيتصوروا مع بعض وكل اللي بيحصل ده مش موضوعنا. فأنا معروف لما بروح عندهم بقرأ قرآن، فجلسنا في الغرفة من الداخل نقرأ قرآن. بدأت أقرأ قرآن، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. بدأت أطلع بالجواب واحدة واحدة لحد ما الصوت علي الجواب. في الجواب ده الناس سمعت برا فسمعنا هتاف الله يفتح عليك الله أكبر، تشجيع من الناس. ركزوا، بعد ما سمعنا هتاف الناس الله أكبر الله يفتح عليك، زميلي محمد شراط قال لي جملة بالنص كده: يلا بينا يا سني هنقرأ في البلكونة، والفيديو ده هتاخده قناة الجزيرة وهيبقى الترند. قلت له يا عم استهدى بالله عشان هتودينا في داهية وهنتحبس وهتعمل لنا إخلة ومش هدخل المدينة تاني. قال لي مالكش دعوة، أنا ساكن المدينة قبلك وأنا أعرف أكتر منك. لما بدأت أقرأ في البلكونة ما كانش موجود تحت في الجنينة غير 4-5 عدد يتعدى على الصوابع. طيب كنت بقرأ في سورة فاطر، بعد كده انتقلت سورة النازعات إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. في الحتة دي بقى انتشرت الناس الله أعلم من فين. كان في الغرف اللي جنبنا، وكان في المبنى اللي قصادنا. أنا كنت ساكن مبنى طارق بن زياد، كان في المبنى اللي قصادنا، وكان في ناس تحت في الكافيتيريا بتاعت المدينة جات تحت المبنى، والناس الله أعلم كان في تقريبا حشد تحت المبنى وأنا بقرأ. فده الفكرة إن أنا جيت من الخروجة على صاحبي قرأت كده. احنا جاوبنا على السؤال الأول هل كان اتفاق أم لا، وليه أنا كنت بقرأ بالقميص والبنطلون، يعني ده لبس خروجة، أنا كنت جاي من خروجة وقرأت على طول. يعني عمر السني لو حب يكرر فيديو المدينة ده تاني وجاب صاحبه أبو شراط وجبت الناس هي اللي كانت تتحيي في الفيديو وتقول الله أكبر وسبحان الله والله يفتح عليك، مستحيل يطلع بنفس القراءة اللي أنا قرأتها. الحمد لله رب العالمين. طبعا ده لو كان اتفاق. السؤال اللي بعد كده، ايه سر مكالمة رئيس المدينة الجامعية بعد فيديو المدينة الجامعية؟ بعد فيديو المدينة أنا اتصبت، وبعد الإصابة بيومين 3 أو بأسبوع تليفوني رن: السلام عليكم. وعليكم السلام. مين؟ الأستاذ أسامة توفيق رئيس المدن الجامعية. ايه سر المكالمة او اللي قاله الاستاذ الدكتور اسامة توفيق؟
قال لي ازيك يا ابني يا عمر، انت عملت قلبان، بالنص انت عملت قلبان في جامعة الازهر وفي مصر كلها، وسيادة رئيس الجامعة الدكتور المحرصاوي عاوز يشوفك يا ابني. انا ما عرفتش اتكلم، اللي هو ما خلصتش من الصدمة الاولى، الاستاذ اسامة توفيق بيكلمني فهندخل على رئيس الجامعة عاوز يقابلني. فالحمد لله رب العالمين في يوم من الايام كنت في القاهرة، كان الساعة 10 الصبح، برن عليه الاستاذ اسامه توفيق، انت فين يا ابني؟ انا في القاهره، تجيني حالا في مبنى اداره الجامعه، الاستاذ رئيس الجامعه عاوز يشوفك. انا رحت، كان في اليوم ده اخر يوم من الاستاذ الدكتور المحرصاوي رئيس جامعه الازهر، وبعدها هيجي الدكتور سلامه داود. واتصورت مع رئيس جامعه الازهر المحرصاوي ومع الاستاذ اسامه توفيق، وانا وسطهم. طيب اول ما قابلت الاستاذ المحرصاوي او الدكتور المحرصاوي قال لي ايه؟ قال لي بالنص كده: اهلا بتاع فيديو البلكونه. انا اتصدمت ان هو شاف، ان هو عارف الفيديو اصلا، واتصورت معاه وشجعني. اللهم بارك، ربنا يفتح عليك يا ابني، انت من مدرسه الكبار، القراء الكبار، الشيخ مصطفى اسماعيل والشيخ محمد صديق المنشاوي عليهم رحمه الله. وقدم لي بعض النصائح، ودي ملخص مكالمه الاستاذ اسامه توفيق. بعد مقابله رئيس جامعه الازهر ورئيس المدينه الجامعيه، حرفيا تليفوني كان بيرن اكتر من 10 مرات في اليوم او 10 رنات في اليوم من محافظات مختلفة في مصر ومن بلدان مختلفة في العالم. الحمد لله رب العالمين، كان أغلبهم إمارات، الكويت، السعودية، لبنان، عمان، دول بس هم الأغلب يعني. بعد كده محافظات المنيا، أسيوط، الأقصر، أسوان، المحافظات دي. المكالمات دي كلها شرف ليا طبعا وأسعدتني كتير جدا، ولكن في مكالمة بينهم يعني خلتني أقف كده. كان رقم بيرن عليا، رديت: السلام عليكم. وعليكم السلام. مين؟ قال لي: يا ابني أنا بقالي 14 يوم عاوز أوصل لك، مش عارف أوصل لك، أنت مين وفين وإيه اللي أنت عملته في المدينة ده؟ أنا ما عرفتش أتكلم. الحمد لله رب العالمين، ده كان مستشار شيخ الأزهر، والحمد لله رب العالمين ده كان عاوزني في لقاء في قناة، رتب لي لقاء في قناة الشمس على ما أعتقد أو على ما أتذكر، كان في قناة الشمس. وبالمناسبة أنا فيديو المدينة ما كنتش عاوز أنشره، ولكن اللي أصر وضغط علي إن أنا أنشره هو خالي الأستاذ محمد حسام، وهو تقريبا بيشاهد الفيديو ده للآخر، فربنا يبارك فيه ويبارك في الجميع إن شاء الله. فنشرته والحمد لله رب العالمين حدث ما حدث، فنسأل الله الإخلاص وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. نأسف إذا كان الفيديو طويل وإذا كان الكلام مش مرتب، ولكن دي الأسئلة الشائعة اللي كانت اتسألت فيها في فيديو المدينة، ولو حد عنده أي سؤال إن شاء الله هجاوب عليه في الكومنتات تحت. وفي الختام، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إذا أتممت المشاهدة لا تنسى الصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم.